عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة هنبدأ فيديو كده على طريقة عم عبده للناس اللي هي عايزة تتعلم لغة انجليزية ومش عارفة تبتدي منين، ومش عارفة من اوله من اخره. طيب النهاردة الفيديو ده خاص بالناس اللي هي لسه بتقول ايه يا هادي، بتبدأ من تحت او بتبدأ من بير السلم كده، او من السلمة الاولانية. طبعا سلم اللغة مش سلم العمارة. اول حاجة يا جماعة، يعني ايه حرف؟ يعني ايه كلمة؟ يعني ايه جملة؟ طبعا لازم اكون عارف الحاجات دي، لان هي دي اول الاساسيات في اللغة عشان اتعلم لغة. اول حاجة عندي الليترز اللي هي الحروف او الحرف. الحرف هو اصغر حاجة، زيه زي حروف العرب. يعني عندي الايه مثلا في اللغة العربية بي سي دي اي اف وهكذا. زي في اللغة العربية اول ما ابتديت تتعلم اللغة العربية، ابتديت تتعلم اللغة العربية ازاي؟ مش اداك اللي هي الحروف الابجدية الف وب وت، وابتدى بعد كده ان هو يعلمك ازاي تقدر ان انت تنطق كلمة من حرفين، تنطق كلمة من 3 حروف. نفس القصة. يبقى الحرف ده هو اصغر حاجة. بعد كده الوورد دي عبارة عن مجموعة من الحروف، فلما اجمعها مع بعض تديني كلمة او وورد ولها معنى. زي كات، بات، كات يعني قطة، بات خفاش، ايت يأكل، درينك يشرب، وهكذا. طيب السنتنس دي تالت حاجة اللي هي الجملة. يعني ايه جملة؟ الجملة عبارة عن مجموعة من الكلمات، مجموعة من بتعبر عن فكرة كاملة. يعني لما اقول لك I drink tea يبقى انا بشرب شاي. she cooks food يبقى اهي مجموعة من الكلمات. يبقى الجملة مجموعة من الكلمات بتديني فكرة معينة. ونقدر نمثلها كده بطريقة كده، او في مثل ظريف كده مصري. الحرف هي عبارة عن الطوبة، او زي الطوبة. الكلمة هي الطوبة اللي اتدهنت. اما الجملة هو عبارة عن البيت اللي بتعيش طبعا في الفكرة. ويا رب اكون قدرت النهاردة اوفق في موضوع النهاردة للناس اللي هي لسه مبتدئة. ويا ريت يا جماعة، يا ريت في التعليقات تكتبوا لنا كده جمل عشان نقدر ان احنا نتشجع كده مع بعض، ونبتدي نتعلم ازاي نكتب جمل. لو النهاردة استفدتوا من الفيديو، طبعا فضلا وليس امرا اعملوا سبسكرايب للقناة واعملوا لايك. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت ان هو يشترك عشان يجيله كل جديد في السلسلة دي، سلسلة تأسيس اللغة الإنجليزية. واشوفكم ان شاء الله في درس جديد وحلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.